عسلامة شباب، كيما وعدتكم حلقة خاصة باش نجاوبكم فيها على سؤالاتكم اللي سألتوهم في التعليقات. جاونا برشا سؤالات أصدقاء بصراحة، هذاك علاش بطيت شوية في تحضير الفيديو هذايا، خاطر قعدت نفرز السؤالات بلوتو نقرا فيهم. دونك شكرا جزيلا لكل حد كان مهتم باش يعرف أكثر على الرحلة ولا عليا أنا وكتب لنا تعليق. وتويكا نبداو. عفاف بيجي، شنو قريت وشنو تخدم؟ باهي انا قريت ابتدائي اعدادي ليسي وبعد في الفاك عمل جيني سيفيل. خدمت 4 سنوات في شركات مختلفة، كنت تقريبا كل عام نبدل الخدمة. نعرفش شنو اللي يصير لي انتوكا بعد ما نعدي مدة في الخدمة نقلق ونحسها مش متاعي، دونك نمشي نحاول ندور على خدمة أخرى. تحية لعروفتي القدم إن شاء الله يكونوا تبعوا فيا. كاو بعد 4 سنين قلت زيد مش متاعي الحياة هذيا متاع تمشي 8 تروح 6، وليت بطلت الخدمة وقررت إني نسافر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ذي واحد اسمه هك. رأيك في رأي عائلتك في اللي تعمل فيه؟ والله عائلتي كيما أي عائلة عادية، معناتها يخافوا عليك، يحاولوا إنهم يخليوك تمشي في الطريق المعروف اللي هو انك تخدم وانك تكون حياتك معناتها مضمونة ماديا وامنيا وكل شيء، ولكن انا راسي صحيح على غالب استانسوا بيا وسافا تو بور لانستون لاباس. مالك خالدي، احكي لنا حياتك قبل وكيفاش اول مره خممت تبدا وعلاش وكيفاش وين سافرت وكيفاش بديت. بي اول مره كيما حكيت لكم بعد ما بطلت الخدمه كان عندي لميت شويه فلوس، مشيت سافرت للفلبين اول مره. هزيت معايا ساكادو، كنت ناويه نسافر معناتها بيجي غدوي. هذه طريقه نتاع سفر يسافروا بها برشا عباد، كنت نتبع فيهم ديجا قبل ما نبطل الخدمه، وملي كانت تدور الفكره في مخي مش في نهار وليله، يعني هزيت روحي ومشيت سافرت. ما قعدت برشا نخمم فيه وقعدت ازيتي وقعدت نتبع في ناس اخرين ونشوف في الحلم هذيا كيفاش ناس اخرين قاعدين يحققوا فيها باش نجمت يوما ما نقولوا نحن نصدم. مشيت الفلبين، عملت فلبين ماليزيا اندونيسيا كوريا واليابان. الرحله هذه دامت عام وكانت من غير تخطيط، معناتها من الاول كما قلت لكم مشيت للفلبين وكنت نعمل تطوع ونعمل اوتو ستوب باش نحاول نقص من مصاريف الرحله. تعلمت فيها برشا حاجات وخدمت برشا حاجات، ومن وقتها بديت نفهم شنو معناتها الديجيتال نوماد، شنو الناس كي يحبوا يدخلوا فلوس وهما يسافروا كيفاش ينجموا يعملوا، اللي نجموا نعملوا عليها حلقه اخرى بالتفصيل الممل. سامي الرزقي، منين تجيب في مصروفك وكيفاش قاعده تشري في امورك؟ وكما حكيت لكم في السفره هذيك نتاع اسيا اللي وفات في فتره الكورونا، خدمت برشا حاجات في الطريق، دونك كنت نلوج على خدم معناتها نخلص عليهم بخلاف التطوع اللي كنت نعمل فيه اللي يعطيوكم معاه ماكله وسكن مجاني. وفي نفس الوقت قعدت نلوج على خدم اونليني. برشا عباد من لي فواياجور اللي قابلتهم نصحوني اني نحاول نلقى خدمه على الانترنت خاطر تساعدك انك تنجم تخدم في اي مكان في العالم. وقتها بديت ندرس في اللغات اونليني. بون هذه الخدمه نتاعي خدمتها ابارتير من 2019 حتى تقريبا 2022، ومن بعديك ولا ما عادش بقى عندي برشا اتيديونات، ما عادش عندي برشا عباد تقرا عندي، دونك طاح برشا كيما نقولوا نحن الريفوني اللي كان يجيني من التدريس. دونك وليت كيف ناقف في البلدان نحاول ندبر خدمه، شويه مصاريف تجيني من عند الاصدقاء والعائله اللي يحبوا يسيبورتيوني، شويه فلوس تجيني من الانترنت كيما اليوتيوب ولا تيك توك. والحقيقه كيما قلت لكم انا مصاريفي ضئيله جدا، يعني نصرف على الاكل ونصرف على الفيزا. بخلاف هذا السكن ديما في الطونط والا يستضيفوني العباد، التنقل ديما بالبسكليت، وحتى كان نضطر اني باش ناخذ مواصلات الاكثريه اوتو ستوب معناتها تبدا عندي بان في البسكليت ولا حاجه. وفوالا كل شيء مسهل من عند ربي الحمد لله. هيثم، بديت من تونس على البسكليت. لا انا وقت اللي الرحله هذه بديتها من المغرب، على خاطر فما الحدود البريه بين الجزائر والمغرب مسكره، دونك كنت نجم نمشي للجزائر ما كنتش نجم نتعدى منها هي لبقيه الدول الافريقيه. دونك خيرت اني نمشي للمغرب، ومن المغرب بديت نبسكل حتى كشي جنوب افريقيا. كمون مريم، ما تخممش تعمل عائله؟ وهل كان تعمل عائله تواصل في مغامراتك؟ كيفاش تقول لحد وقتاش نفرحوا بيك من غير ما تقول له وقتاش نفرحوا بيك؟ الحقيقه لا، في الوقت الحالي الحمد لله لاباس وحدي عامله جو. ممكن كان عملت عائله يوما ما هي نحاول ندابتيهم في مود دو فواياج، مي بتتر يكون مود دو فواياج ارتاح شوي. كوميدي، نحب نعرف انا هي اكثر بلاد عجبتك في الافريق وتحسها محترمه؟ والله برشا بلدان الحقيقه. اول ما دخلت للسنغال عجبتني على الاخر على الاخر، خاصه مدينه سان لوي، وعجبتني زاده كوت ديفوار، وعجبتني زاده انغولا برشا برشا برشا. فتحي بن احمد، قداش تعمل من كيلومتر؟ والله الحقيقه متاع ربي في بدايه الرحله يا سردوك برا مشي يا صايح بعيد.
هاو جاي خالي درشني طيشت هذول يحبوا ياكلوا سلطك بالله. لحظه خلينا نوكلهم ونجي. دونك عدنا ان شاء الله سردوكي خلينا نحكيو مرتاحين. نرجع للسؤال. قداش تعمل من كيلومتر؟ قداش تعمل من كيلومتر في النهار؟ الحقيقة أول ما بديت الرحلة كنت نعمل مسافة بين 80 و 100 كيلومتر، ساعات نعمل حتى 120، ولكن مع الوقت طاحت البرفورمانس برشا، وليت نحب ناخذ راحتي زاد أكثر في الدول. دونك نحاول نعمل بين 50 و 80 كيلومتر، ساعات أقل زاد ساعات أكثر. قد ما تعيش تتعلم. قداش عندك توا مسافرة ما روحتش لتونس؟ عندي توا مسافرة من سبتمبر 2022 ما روحتش لتونس. نور علاش البسكليت مش حاجة أخرى؟ والله نتصور كان جا عندي موتور راكم قلتوا لي علاش الموتور مش حاجه اخرى، وكان جيت نسافر بالكهرباء راكم تقولوا لي علاش مش طياره. كان جيت نسافر بالطياره تقولوا لي علاش بالطياره علاش مش بالباطو. والله نتصور حكايه خيارات معناتها كل انسان وشنو الوسيله اللي يرتاح فيها. ولكن نجم نقول لك شنو لي زافونتاج موجودين في البسكليت، هو انك انت تعمل في سبور او ميم طون انديبوندونت، ماكش محتاجه معناتها لا ايسانس ولا محتاجه ميكانيسيان. معناتها اكيد نستحق نصلح البسكليت ولكن مش بالتعقيد نتاع الكهرباء مثلا ولا الموتور. بالنسبه لحد يحب يسافر بطريقه بطيئه ويعيش معناتها في وسط الفواياج هذايا من غير ستريس من غير زربه، خاطر ما فهميش علاش واحد باش يزرب، نجم يسافر بالبسكليت. كان تحب انت تجري وتعمل 500 كيلومتر في النهار تنجم تسافر بالموتور، كانك انت تحب على الكونفور تسافر بالكهرباء. دونك نتصور حكايه خيارات. انا نحب البسكليت برشا ونحب المشي زاده. سافرت قبل بالاوتوستوب وبالساكادو، لكن انا ظهري قلقني برشا خاطر ما نجمش نزل عليه حاجه ثقيله. كي تسافر لمده طويله بساكادو الثقل اللي عندك الكل تحطه على ظهرك، وانا الحقيقه كنت تشوفوا معناتها. دونك ساقيا ينجموا يعاونوني معناتها في الحكايه هذه. البسكليت كي تحط عليه الباجاج ما تحسش برشا البوا. اس في 77 شنو اكثر حاجه تعلمتها ديورون سيت افونتور؟ سؤال مثير للاهتمام. اكثر حاجه تعلمتها ممكن فكرتي تغيرت معناتها على الدول الافريقيه، وممكن زاد عرفت قديش نحن مندمجين من الميديا ومن العالم الخارجي ومن الدول اللي تحكم فينا معناتها تحب ولا تكره كل واحد وكيفاش. انا قناعاتي اللي زدت اقتنعت بها اللي ارائنا وافكارنا واحكامنا عن الناس الاخرين والثقافات الاخرين هي حاجه مسيره، واللي انت كي تمشي وتجرب وتعيش تلقى تجربة بعيدة برشا على الحاجات هذوكم اللي انت في مخك من قبل ومقرينهم لك في المكتب. صراحة في افريقيا لاحظت اللي الشعوب ياسر طيبة عكس اللي كنا نعرفوه عليهم، وفي بالنا ناس متوحشين وفما عنف واجرام. وتوا ديما يجيوني تعليقات نتاع ما تخافش في الافريك، مش بها الافريك معناتها فهمتش علاش ما تخافش في امريكا الناس تحبس بالسلاح، ما تخافش في الاوروب معناتها. خلينا بالله. هلا بالشيخ احكي لنا كيفاش تخطط رحلاتك وتدرسها. تخطيط الرحلات يصير اولا الساعه بالتجربه، انه الانسان لازم وقت اللي يخرج في رحله يكون مجرب رحله اقل صعوبه منها جست قبلها. يعني ما نجمش واحد يقوم يصبح واحد يقوم يهز بسكليت ويمشي، خاطر كيكا بالحق باش يلقى برشا حاجات هو مش باش ينجم يحلهم، برشا مشاكل وبرشا تعقيدات باش يحير وقتها ويحس روحه غير قادر انه يعمل الحاجه هذه. لو هو مش غير قادر، اما فما دروج لازمك تطلعوا بالدرجه بالدرجه. انا اول رحله عملتها في حياتي لوحدي كانت عام 2017، وكانت رحله مدروسه نوعا ما، اني كل يوم عن نعرف وين باش نبات ووقتاش نوصل للمكان هذاك. الرحله اللي بعدها كانت اكثر فليكسيبيليتي، كنت نخلي حاجات هكاك في المجهول باش نجم نستمتع اكثر ونخلي دي بلان بي يدخلوا في المخطط نتاعي. الرحله اللي بعدها وليت بلو فليكسيبل. دونك نعمل برشا ابحاث، نحاول نشوف مسافرين اخرين بالطبيعه ممكن اكثر مني خبره شنو يعملوا، خاطر ثما برشا ناس راهم يحكيوا على تجاربهم بالتفصيل الممل بالكتيبه، يكتبوا لي بلوج يكتبوا لي زارتيكل يعملوا لي فيديو. اي بلاد باش نمشي لها نحاول ناخذ عليها فكره عن طريق الناس هذم اللي يسافروا بنفس الطريقه اللي نسافر بها انا، باش نجم نعرف منهم شنو الاحتياطات اللي لازمني ناخذها، شنو الطريقه اللي نجم نسلكها من غير مخاطر، شنو اكثر ثقافات في البلاد هذيك المثيره للاهتمام اللي انا تهمني اني نمشي ونصور معاهم ولا حتى نعيش معاهم. دونك نوعا ما هذا هو معناتها، هذا هو التجربة ثم البحث. إلاف علاش ما عادش معاك عبد الإله؟ والله عبد الإله تفارقنا بسبب ظروف خاصة،
وعودة تقابلنا من بعد وزاد عودة تفارقنا. دونك قررنا في يوم ما انه هكا مصلحتنا الزوز انه كل واحد فينا يسافر وحده، ولو معناتها تقابلنا مرة في بلايص معناتها كنا فيها في نفس الوقت علاش لا، ولكن مخططاتنا بعدت شوية على بعضها، دونك هذيك علاش تفرقنا. نوها يا اخي وحدك ولا معك شكون؟ انا حاليا وحدي، ساعات يقابلوني عباد نمشي نبات بحذاهم، ساعات يقابلوني عباد في الطريق، ساعات عباد نصورهم، ساعات عباد ما نصورهمش، كل مره كيفاش انت والظروف. فما ناس ما تحبش تتصور، هذيك علاش ما تشوفوني ساعات نصور العباد اللي نقابل فيهم. اما انا الرحله هذه راني نعمل فيها وحدي. وقت اللي بديتها تقابلت مع شكون في الطريق، عملنا مع بعضنا برشا دول، وبعد كده تفارقنا. Your lost soul، كيفاش you protect yourself especially كي تبدا بلايص فارغه ووحدك، ما تخافش كيفاه تدوش وتشارجي تليفونك. باهي I protect myself كي تبدا بلايص فارغة. البلايص الفارغة راهو البلايص الفارغة راهي فيها أقل خطر من البلايص اللي ماهيش فارغة. البلايص الفارغة البلايص الفارغة كان خفت فيها راهو لهنا، راهو بالعكس كي تبدا في بلاصة فارغة راهو ما فماش حاجة تخوف. الحاجة اللي تخوف كي تبدا الناس شافتك، الناس قمرتك. يعني أنا كي نمشي نخيم نحاول نعمل لو ماكسيموم بوسيبل إني ما نبانش على الطريق، ومادام هالبلاصة فارغة دونك فماش عباد يعيشوا غاديك، ما فما حتى حد باش يجيك فجأة يهبط عليك. معناتها كل شيء أنت تؤمن بالأشباح وربي يلطف بينا. كيفاش ندوش وقت اللي نلقى سورس متاع ماء نجم نعبي. عندي برشا دبابز ديما في البسكليت متاع 5 6 7 إترو، نعبيهم ونجم نلقى كوان ندوش فيه، والا نستنى حتى لين نوصل للستاسيون متاع بترول، ستاسيون دو سيرفيس ولا كيوسك كيما نقولوا، ندخل للتواليت تك 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 ونخرج على روحي ونشارجي تليفوني. عندي 2 باور بانك، وقت اللي نبدا في بلاصه فيها الكتريسيتي نخليه يتشارجا ليله كامله يتعبى، ينجم يكفيني باش نشارجي تليفوني مده نهارين تقريبا، وانا عندي 2 باور بانك. دار صوفة رحوبه ما تخافش من السيوده كي تشق الغابه. بالنسبه للحيوانات المفترسه خاطر جاوني عليهم برشا سؤالات. الحيوانات المفترسه راهم يعيشوا في وسط بارك ناسيونال، وراهم مش سهل انك توصل تشوف صيد. انا لتوا في حياتي عمري ما شفت صيد. مشيت للبارك ناسيونال باش نعمل سفاري، حبيت نشوف الحيوانات هذوما المفترسه. الصيد العباد يقعدوا 3 ايام وهما يدوروا بالكراب في وسط البارك الكل باش ينجموا يشوفوه، وفما اللي ما يشوفوهش. والوحيد اللي قابلته توريست وشاف صيد شافوا بكى المنظار هذاك، مصور بالمنظار اللي هو الصيد كيفاش قاعد تحت الشجره. وقت اللي سالت العباد اللي يخدموا في البارك علاش الصيودة ما يخرجوش ولا علاش ما نجموش نشوفوهم فاسيلمون، قال لي راهم هما يخافوا من الانسان، هما اللي يخافوا من المصيد خاطر ثم ناس تصطاد فيهم، راهم الحيوانات راهم باش ينقرضوا. هذاك علاش ولا عندهم انستا اللي هما يخافوا من الانسان ويحاولوا يبعدوا عليه ويقعدوا جست يعيشوا في الاماكن اللي تتوفر فيها الماكله نتاعهم، اللي تتوفر فيها المصيد نتاعهم. دونك ما تلقاش الصيد يحوس بحذا الطريق خاطر يعرف فما كراب باش يتعداو واختار عليه هو. هذه بطبيعه معلومه معناتها سمعتها من عند شكون. والحيوانات الخطيرة يخرجوا في الليل، وفي الليل فما برشا ناس يحاولوا انهم يشعلوا نار باش يبعدوا نوعية معينة من الحيوانات كما الضباع والثعلب والحيوانات هذوك. ويقول لك كي تبدا انت في وسط الخيمه نتاعك ولا في وسط دارك ولا في وسط كرهبتك، الحيوان حتى كان هو يبدا جيعان ما ينجمش يتاكيك على خاطر هو بالنسبه ليه لوبجي هذاك ماهوش اكسيسيبل، عباره حجره ولا حفره ولا. هذه شويه من المعلومات اللي سمعتها معناتها من العباد اللي يعيشوا في الدول اللي فيها حيوانات مفترسه، وسمعتها زاده من لي فواياجور والمغامرين اللي يعملوا في لي دوكيومونتير. راب رياكشن تي ان، كيفاش نجموا ندعموك؟ لايك سبسكرايب ابوني بارتاج، ادخلوا لليوتيوب وعملوا لي جيم وابوني. هابينس، قداش قعدت تدرس فيها سفرتك هذه والويه تحديدا افريقيا؟ قداش قعدت ندرس فيها؟ انا نحب نسافر السفره هذه من اول مره خرجت فيها بالبسكليت من عام 2017، وانا نحب نعمل الرحله هذه. علاش افريقيا؟ خاطر انا تستهويني افريقيا، نحب البساطه، نحب الناس السامبل اللي يعيشوا هكا ونغموني مع الطبيعه، نحب نشوف القبائل كيفاش يعيشوا في افريقيا. ممكن القاره الوحيده ولا البلايص الوحيده اللي مازالت الناس فيها تعيش ببساطه. البساطة هذيك متاع الديار مبنية بالحجر وبالطين والناس تشعل النار الطيب والجيران الكل يعرفوا بعضهم وعيلة كبيرة يسكنوا مع بعضهم. أنا الحاجات هذه نحبها نشيخ عليها.
أحلام غالية تونيزيا، شنيا أحسن لحظة عشتها في هذه المغامرة وأسوأها؟ طموحك والرحلة الجاية وين؟ أنا حسيت أحسن لحظة عشتها هي وقت اللي بابا بعث لي ميساج وقال لي راني فخور بيك. هذه حاجة فرحتني برشا، حسيتني نوع متاع انتصار. و أسوأ لحظة وقت اللي عملت أكسيدون في الكونغو، كانت تغيب اللحظة هذيك، واللي هي جست هكا كيلكو سكوند قبل ما نطيح معناتها بالبسكليت. كنت هابطة في هبطة وعندي فران يخدم وفران ما يخدمش، ماشي نصلح فيه الفران اللي ما يخدمش، وانا هابطة في هبطة فما كروازمون هكا ولازمني نقف الكروازمون هذاك على خاطر الضوء الأحمر شاعل، كراهب الكل واقفين وانا نشد الفرانات الزوز ما حب حتى واحد فيهم يشد، خصوصا كان واحد بركة هو المهلوك. اللحظة هذيك حسيت شعور غريب تغيب متاع انت ما تنجمش تضمن حياتك، معناتها بالحق ما تنجمش تضمن حياتك، ما تنجمش تضمن حتى شيء في الدنيا هذه. يعني انا كان ينجموا يكونوا الزوز فرانات كانوا وقتها يخدموا ينجموا انهم ما يقفوش معناتها. المهم جبت بيا وقتها البسكليت وطلعت في تاكسي وضربت على كتفي وقعدت شهرين ما بسكلش لاباس الحمد لله، معناتها جيت باللطف. كانت نجم تكون أسوأ برشا، اما اللحظه هذيك اللي انا نشد في الفران وهي ما حبتش البسكليت تقف، كلي انت ما عندكش كنترول معناتها على الاشياء اللي دايره بيك، كانت لحظه صعيبه برشا. شو صغالي شكون يصور فيك؟ لحظه باش نقول لكم شكون يصور فيك. يا محمود يجي محمود يجي، الناس تحب يتعرفوا عليك. هو اللي صور فيا، هو اللي صور فيا، ديما يسالوا عليك راه المتابعين، والله ديما يسالوا عليك. هو حط في التليفون هنا ويصورني، خاطرني حركت التربيه باش تشوفوا التصوير هكا عملت هكا شوي مش مشكل. كلاعي آمنة في أنا عمر جاتك الرغبة في السفر، شنيا ميساج تحب تقول للأطفال اللي يحلموا يعملوا كيفك؟ أنا في عمر والله شو نقول لك معناتها يظل ملي بديت نتفرج في أبطال الديجيتال وعالم البوكيمون يشوفوا ما يمشوا لعوالم أخرى ويمشوا يسافروا هكا العالم آخر وبعديك يرجعوا لبلايصهم، تشوف معناتها مغامرات وعجائب ممكن من وقتها. أطفال اللي يحبوا يعملوا كيفي نقول لهم شدوا في حلمتكم وما تسمعوش الكلام اللي يقول لكم ما تنجموش، خاطر باش تسمعوه برشا. ديما حاول هكا أحلامك خليهم بينك وبين روحك حتى لين توصل تشوف طريق كيفاش تحققهم. مراد شنني كيف تتحملين حرارة الصحراء ومشقة قطعها بشبه دراجة؟ أيواش اكلا عليها الظهر. الله 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 وخاي مراد ليش عملت لك السكوت مسكينه؟ راهي عامله معايا المليح، راه معناتها كان جيت هزيتك انت معايا عام ونص ما كنتش انت كنت اكل عليك الدهر. وحالات الصحراء راه وقت اللي كنت في موريتانيا كانت الدنيا سخونه، وكانت زاده حتى في السنغال فما شبه صحراوي المناخ غاديك خاصه في الشمال، ولكن راهي الصحراء اللي في ناميبيا انا بحسن حظي خلطت عليها في الشتاء، معناتها ما دخلتش في الصيف، في الشتاء في الصباح والليل الدنيا باردة وفي النهار سخانة ما عادي ماهيش السخانة معناتها 40 دونك لاباس. فايزة قرقوري نحب نعرف تعتمد كليا على جوجل ماب باش تختار الطرقات اللي تتعدى بها؟ الأكثرية نستعمل مابس مي اللي هي خريطة تنجم تيليشارجيها وتستعملها في الأماكن اللي ما فيهاش ريزو، وإلا فما زاد أبليكاسيون أخرى بديت تستعمل فيها دغنيامون اسمها أوسماند تحفونها على الاخر وتنجم تيليشارجي الخريطه تعطيك حتى الطرقات اللي ماهيش معبده لي بيست توريك كل شيء. طيب ابراهيم هل مدخول من الانترنت كافي للسفر هكا بالبسكليت؟ شنو هي نوعيه الكارت اللي تستعمل فيها باش تجبد فلوس؟ بالنسبه للكارت اللي نستعمل فيها باش نجبد فلوس هي وايز ولا كانت قبل اسمها ترانسفير وايز، نجم تعملها اي عبد ينجم يعملها ما تستحقش لا باسبور روج ولا ريزيدونس، وتربطها باي بلاتفورم انت تدخل منها فلوس اونلايني. والمدخول من الانترنت والله هو كافي اذا كان انت تعمل المجهود الكافي معناتها كيما نقولوا فما خدم يستدعوا انك تبقى تخدم فيهم برشا بمدخول ضعيف، وبالوقت كيما نقولوا نحن المدخول هذاك يكبر. فما خدم معينه ما نعرفش انا، فما عباد يخدموا في الجرافيك ديزاين مثلا في الاي كوميرس في برشا حاجات معناتها نجموا يدخلوا برشا فلوس، فما عباد يوصلوا يدخلوا 3000 اورو في الشهر وماهيش لعبه راهي الفلوس على الانترنت معناتها اكثر من الخدم اللي يخدموها العباد في البيرو.
ولكن ممكن الحاجة الخايبة اللي هما ماهوش مضمونين، يعني كيما تنجم أنت تدخّل فلوس الشهر هذا، كيما تنجم ما تدخّلش، أما عندك حرية باش إنك تلقى الوقت ممكن الكافي باش تخدم أكثر من خدمة، وهذه هي الحاجة اللي أنا الأكثرية نحاول نعملها، إني ما نعملش على بلاتفورم واحدة، ما نعملش على خدمة واحدة، ما نعملش على طريقة واحدة متاع تدخيل الفلوس، ونحاول في برشا حاجات، وبعديكا لازمك في الآخر باش تشد طريق معناتها تلقاه هو ماشي معاك أكثر. ممكن اليوتيوب يعاون زادا. أما لازمو زادا خدمة معناتها مدة على الأقل 6 شهور من الأول، ما تتوقعش إنه باش تجيك فلوس، ولكن كان أنت في 6 شهور هذوك وعملت مجهودك لو ماكسيموم راك تنجم تدخل بالكدا، خاصة إنه الكونتوني اللي بالعربي كونتوني ناقص، دونك ننصح أي حد يحب يعمل كونتوني يحاول يستهدف العالم العربي على خاطر بالحق ناقصين برشا، بينما ممكن كيبدا واحد فرنساوي ولا إنجليزي باش يعمل كونتوني فما كونكورونس أكثر في الاحترافيه وفي الكاليتي وكل شيء. ايمي ديانا، شنو الاغلاط اللي عملتهم في الثنايا بغض النظر على عجله البسكليت؟ الاغلاط اللي عملتهم في الثنايا والله ما نتذكرش الحقيقه عملت اغلاط، مش معناتها راني انا عملت كل شيء بالصحيح راهو لا، مي انا عشتها كما هي معناتها. انا مثلا ما نمنش اللي فما طريقه لازمك تسافر بها، انا نمن اللي انت تمشي تسافر بالحاجات اللي تعرفهم وفي الطريق باش تولي تعرف حاجات اخرين. فما حاجات يمكن انت ما يجيوش لبالك من بعد بالتجربه يوليو يجيو لبالك، اما اغلاط معناتها جراف اللي حاجه ما كانش عملتها لا. يوسف بن حريد، شنو رايك في الشعوب الافريقيه طيله الرحله وشنو اكثر موقف غريب تعرضت له؟ الشعوب الافريقيه شعوب طيبه جدا جدا جدا، ناس مسالمين ما يضروكش كان انت ما ضريتهمش، يفرحوا ياسر كان انت تظهر لهم التواضع نتاعك واللي انت معناتها انتريسي باش تعرفهم وانتريسي باش تولي صحابه معاهم، ما تغزرلهمش بسوبريوريتي، ما عندهمش ممكن من الافكار اللي احنا مترسخه عندنا عليهم. وموقف غريب تعرضت له، موقف غريب باش نحكي لكم فازه ما عادش جات لبالي بارابور راهي في الشعوب الافريقيه. وقت اللي كنت في البنين فما ثقافة في البنين اسمها ثقافة الفودو، أو اللي ما يسميوها برشا عباد على السحر وأكثرية السحر الأسود. في ثقافة الفودو فما برشا معابد حتى لتوا موجودين، وفما ناس مازالوا يمارسوا في الديانة هذية ولا الثقافة هذية ولا الفلسفة ولا ما عرفش شنو يقولولها. هما يشوفوا اللي في الفودو فما جانب إيجابي وجانب سلبي، معناتها فما السحر الباهي معناتها اللي يخليك إنسان محلاك ويخلي الدنيا محلاه، وفما السحر الخايب اللي يضر الناس ويصلح حتى يقتلهم. ومن بين الحاجات اللي تعجبت فيها وشفتها غريبة على الآخر وقت اللي الناس قالوا لي اللي الديانة هذه ولا الفلسفة هذه كانوا قبل يستعملوا فيها باش يتحكموا في العبيد، يعني قبل الناس الكبارات متاع ديانة الفودو ولا ثقافة الفودو كانوا باش ينجموا يتحكموا في العبيد وما يخليوهمش يثوروا ويخليوهم في حالة الطاعة والخضوع، كانوا يمارسوا عليهم التعاويذ والشعوذة متاع الفودو. وذي حاجة ياسر ياسر أثرت فيا وقت اللي سمعتها واستغربت منها برشا، وكي سألت العباد معناتها هما شنو رايهم في الحكاية هذه قالوا لي حاجة من الماضي احنا نسيناها، وكان ما تنجمش تسامح وما تنجمش تتسامح ما نجمش يكون عندك مستقبل. وهذا موقف الحقيقة نظر لي غريب أما في نفس الوقت مثير للتأمل. ونختموا مع آخر سؤال مع إلهام تئام، نحب نعرف البلايص الكل فيهم ريزو؟ بالطبيعة لا، مش البلايص الكل فيهم ريزو، يظل البلاد الوحيدة اللي مشيت لها فيها ريزو في البلايص الكل هي اليابان. لا ما فماش بلايص بالطبيعه، ما فماش معناتها حتى الفيديوهات هذوما اللي نعمل فيهم راني نهبط فيهم بالبرمجه، يعني مثلا كي نوصل لبلاصه فيها ريزو نحاول نخدم ماكسيموم بوسيبل نتاع فيديوهات ونحط واحده نهار اثنين واحده نهار ثلاثه واحده نهار الاربعاء لين نوصل للبلاصه اللي بعد. اما لا ما فماش معناتها ممكن حتى اقل من تونس. هذا هو، كملنا مع السؤالات، ان شاء الله استفدتوا وان شاء الله استمتعتوا وان شاء الله نعاودوها، وما تنساوش دعمكم راهو ديما بالتعليقات الجميله حتى مو جميله. نقدكم البناء مرحبا بيه، وبارتاجي ابوني، وان شاء الله ديما من حسن لاحسن.